السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتي أميرات المطبخ. إن شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس وأموركم جيدة. اليوم حبيت نقدم معكم طريقتي في تحضير البروكلو. تحضروه في وقت قصير ويجي قوة في البنة. ويلا بينا لكيفية التحضير. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما غليت البروكلو في الماء والملح طيبته نص طياب. دركا نروحو نحضروا المرقه. في الطنجره درت مغرفه مرقاري مع شويه زيت وزدت كميه الدجاج اللي عندي. انا استعملت الفخذ مع حبه بصل تكون مرحيه ولا مقصوصه هذه كوب صغار. خلاص نزيدوا الملح والفلفل الكحل ونخلي البرمه تتقلى يعني في راحتها. هنا كي شفت البرمه تاعي بدات تشيح شويه زدت لها شويه ما سخون هكا باش ما تتحرق لناش هذيك البصل. يعني زيدوا غير شويه خلاص باه ما تتحرقش وخليوها يعني تتقلى في عقلها. يعني كل ما تتقلى مليح كل ما الماكله تاعكم راح تجي بنينه. دركا نروحو نمرقوا البرمه تاعنا بالماء لازم يكون سخون. زيدوا الماء يعني حتى تتغطى اللحم هذيك اللي في البرمه. نغطي عليها ونخليها تطيب. هنا كما راكم تشوفوا درت زوج عظمات مع شويه معدنوس ملح فلفل كحل. كاس ما يكون شويه كبير خلط كلشي مع بعضه ومن بعد زيد زوج مغارف كبار فارينه. نخلط مليح يعني حتى تولينا بهذا القوام. من جهه خلاف في مقله ندير الزيت يسخن مليح. دركا نجيب هذاك البروكلو اللي كنت غليته في الماء نغمسو في الخليط تاع العظام والفارينه مليح كما راكم تشوفوا. ومن بعد نديرهم في الزيت يتقلاو كما راكم تشوفوا. هنا النار نقصوا لها شويه تكون متوسطه باه ما يتسحرقش. قليو البروكلو تاعكم مليح يعني حمروه بيان. شوفوا هنا زي ما قليت البروكلو تاعي يعني حمرته مليح ما خليتوش صفر باسكو لو كان تخليوه صفر راح يجيكم شويه خضر. هنا بعد ما نحيته من المقله وقطرته بيان من الزيت. وهنا المرقه بعد ما طابت صفيتها وعاودت رديتها على النار باه نحط البروكلو ويكمل الطياب تاعو. هنا زدت 3 سنة ثوم مع وريق قارند. نخليه فوق النار حوالي 10 دقائق حتى لربع ساعه حتى يشرب هذيك المرقه يعني وتنقص الكميه تاعها. ومن بعد صاي هكا البروكلو تاعنا راهو واجد. هنا بعد ما سربيته في الصحن درت عليه رشه تاع معدنوس من فوقه راح تزيدوا بنه على بنه. وهكا الطبق تاعنا تاع البروكلو راهو واجد. شوفوا كيفاه جا يعني ما شاء الله من حيث البنه جا بنين يهبل. وزيد تحضروه يعني في وقت قصير. ان شاء الله الوصفه تاعنا اليوم تكون عجبتكم وتجربوها. كي تجربوها ما تنساوش تردوا لي بارائكم في التعليقات. ما تنساوش تدعموني بالاشتراك في القناه وتابونيوني في لاباج انستغرام لي برانسيس دو كويزين. دركا ما عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.